انا مش عارفه ابدا لكم ازاي، بس انا يا جماعه لقيت عندي جمبري في التلاجة، وانا اصلا من عشاق الجمبري يا جماعه، انا ممكن اكله ني ما عنديش مشكله. فقررت بقى ان انا هعمله بطريقه في الرايق، فجبت بقى توم كتير وفلفل حامي وكمان طماطمايه وبصلايه، وضربت بقى كل ده مع بعضه مع شويه خل وشويه توابل هكتبها لكم وكده تمام قوي. وبعدين بقى شلت شويه من التتبيله على جنبه، هبقى اقول لكم ليه بعدين. بعد كده نزلت الجمبري وقلبته بقى مع كل التتبيله دي، ومش قادره اقول لكم على الريحه. بعد كده بقى حطيت شويه زبده حلوين كده، وبعدين نزلت عليهم الجمبري، وكل ده على نار هاديه بس مش هاديه قوي يعني. سبت بقى الجمبري دقيقتين كده على النار، ورجعت افتح عليه عشان اديله تقليبه عشان كله يستوي، وسبت الجمبري بقى مع حاله كده حوالي 5 دقايق. فاكرين انتوا بقى شويه التتبيله اللي انا قلت لكم سيبوها على جنب؟ رجعت بقى حطيت عليها شويه شبت وكمان عصرتين ليمون كده، وحطيتهم بقى على الجمبري. والليمون هنا بقى انتوا وذوقكم، في اللي بيحب الليمون كتير يكتر، اللي مش عايز ليمون قوي ما يكترش. ومش قادره اوصف لكم يا جماعه ريحه الجمبري ده كانت حلوه ازاي، والصوص ده كان رهيب. وبجد يا جماعه انا كل مره ببقى فخوره بنفسي لما بعمل اكله حلوه.